بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سمعنا عن قضية مخزية، قضية اغتصاب الطفلة جنات عمرها 8 سنين، اغتصبت من قبل واحد لا يعرف الله ولا رسوله، واحد ضاعت فيها القيم والأخلاق. ما سمعناها اليوم والله إنه كارثي، وهذه القضايا دخيلة على المجتمع. ما قد حصلت يتم اغتصاب بنت عمرها 8 سنوات. هذا كلام كبير وقضية شنيعة، ويجب على فاعلها يكون عبرة للجميع. ومن العجيب إني أسمع بعض الإعلاميين يقول لك إنه قد تم عقد القران عليها، بنت 8 سنوات منع يعقد عليها يا قفل يا ابن القفل. بتميع القضية ليش؟ المغتصب هذا الحقيرة السافل هذا المفروض إنهم يرموه من رأس المواصلات. بنت عمرها 8 سنين يتم اغتصابها من رجل بالغ. يعني هذا الرجال ما أدرينا ما هو عرفه ما هو دينه لو ما يقوم بهذا الفعل الشنيع. بنات خلق الله أطفال والله في الشوارع في الحدائق في الطرق العامة ما حد يفكر له هذا الكلام نهائيا. بنت 8 سنين لعن أبوك، بنت 8 سنين تغتصبها لعنة الله عليه. فأنا من رأيي أن هذا الرجل يجب أن يكون عبره. أصحابنا الإعلاميين نوقف يد واحدة ضد هذا القضية الشنيعة القذرة، ونطالب بإسقاط أقوى العقوبة على فاعلها. يعني بالقليل مش يرجموا قد مرة من رأس المواصلات، يرجموا 3-4 مرات. ما قام به هذا الإنسان ما أدري ما أسميه إلا أنه إنسان حقير، إنسان نزعت القلب من رحمه، من نزعت الرحمة من قلبه، إنسان بلا شرف يعتدي على طفل عمره 8 سنين. هذا إنسان ما نقول له هذا ما نسميه. أنا اللي هو عندي أنا ما أنا مراعي الحكم ولا مراعي لشيء، لا أبزه أنا بنفسي واطلع أرجمه من راس المواصلات. ما حصل شيء شنيع، ويجب أن يكون عبره لفاعلها، عبره للناس أجمعين. هذه القضايا والله أنها قضايا دخيلة ما قد سمعنا بها. يصاب بنت عمرها 8 سنين أنا يوصلونها ولا الأوقات. هذا كله عمل النت والأخلاق وضعف الإيمان في قلوبهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. في النهاية أقول لكم كلنا جنات وكلنا سنقف مع هذا البنت حتى يتم إنصافها. أما قصة العقد عليها ما لا عقد عليها هذا الأمر مرفوض نهائيا. القضية أصبحت قضية رأي عام، ويجب إنصاف البنت، ويجب أن يكون هذا الشخص عبرة للجميع. هذا ما عندي وسلامتكم.